انا عبد الفتاح سينيور سوفت وير انجينير في روبيكال دلوقتي اي سكول. عندي حوالي مثلا 6 سنين من الاكسبيرينس في الدومين بتاع الفinTech وكرنتلي الادتك. اي سكول بصراحه بتجمع بين حاجتين مهمين جدا اللي هي التكنولوجي والاديوكيشن، خاصه ان هي بتامباور الشباب الصغير او الاطفال او الكيدز ان هم يبقوا عندهم نوليدج في الحته اللي هي المدارس مش بتهتم بيها قوي، اللي هي سواء التكنولوجي او الكمبيوتر ساينس او الحاجات دي كلها. فشايف ان اي سكول بتعمل حاجه ما حدش بيعملها غيرها هنا في مصر او في الميدل ايست. يعني هدفي في 2026 يعني انا على تكنيكال سكوب بصراحه، يعني مهتم شويه اركتكتشرال ديسيجنز كده، محتاج ابقى احسن فيها. شويه حاجات محتاج ابقى احسن فيها في السيستم ديزاين، في الداتابيز. الحاجات دي كلها مهمه بالنسبه لي طبعا، لازم يعني ان شاء الله هحاول احققها. اكبر تحدي جاي اكسبه هنا في اي سكول بصراحه، خاصه ان اي سكول بتكبر، فان شاء الله يعني نبقى نحقق كل النجاحات مع بعض يعني ان شاء الله يعني، ومفيش حاجه تقف في وشنا ان شاء الله يعني. ده الهدف يعني عامه. ان شاء الله يبقى يعني نص ملعب، اللي هو نص الملعب ده اللي هو بيستلم وبيسلم دايما. انت بتاخد من البرودكت وبعد كده تسلم الفرونت اند انجينيرز، فانت دايما بتبقى في النص. والفرونت اند ده اللي هو بيبقى في مركز المهاجم مثلا، فانت بتبقى في النص دايما، في حته في النص كده. بصراحه الناس شاطره جدا، وناس بيساعدوا جدا بعض، فدي حاجه تخليك تبقى مهتم ان انت تبقى في الفريق ده. الميشن اللي بنحققها في اي سكول بصراحه كبيره جدا، ويعني شرف للواحد ان هو يكون في الميشن دي يعني.